السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. قناة الكرة تحكم قمة الدوري المصري، الزمالك بيراميدز مساء الخميس. المباراة اللي بيستناها عشاق وجماهير مصر كلها، وخصوصا جماهير النادي الأهلي. هكلمكم دلوقتي، لكن عندنا أخبار هامة عن الدوري الإنجليزي وقمة الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي مع أرسنال، والفوز المهم جدا عشان يولع الدوري الإنجليزي البريمير ليج. الدوري الأسباني أو أسبانيا كان فيها نهائي كأس أسبانيا، ريال سويداد بيعمل مفاجأة ويفوز على أتلتيكو مدريد العنيد. وفي دوري أبطال أوروبا صن داونز بيحسم صعوده أمام الترجي ذهابا إيابا 1-0، وهيلاقي الجيش الملكي اللي استفاد من فوزه 2-0 بعد الهزيمة 1-0 أمام نهضة بركان، وهيلعبوا بعض في نهائي دوري أبطال أفريقيا. الزمالك كان منتظر مباراة أولمبيك أسف والاتحاد الجزائري، كان فيها مشاكل وقفت يمكن ساعة لشغب الجماهير، لكن اتحاد الجزائر تعادل 1-1 واستفاد من التعادل 0-0، وبكده صعد عشان يقابل نادي الزمالك. عموما عايز أقول لكم إن هذا الفريق اللي هيلعبوا الزمالك يوم 9/5 و16/5 هو نسخة بالكربون من فريق شباب بلوزداد، ولكن أقل شوية في المستوى. يعني فريق شباب بلوزداد أعلى وأقوى شوية من هذا الفريق، لكن نسخة بالكربون. الحارس مميز، الدفاع مميز، الهجوم على كده. يعني القصة حتى في يعني الفالنة حمراء وفيها خطوط سوداء، يعني أعتقد في تقارب كبير. ولكن الزمالك يعني هيستفيد من هذا الموضوع، وربما يكون في عقوبات على فريق اتحاد الجزائر. وكمان هيلعب في الجزائر الأول ويلعب بعد كده في القاهرة، وخد على الأجواء وخد على إنه يلعب مثل هذا الفريق نفس هذا الشكل. أعتقد يعني الأمور تبقى مميزة بالنسبة لنادي الزمالك. كمان في يعني في دوري السلة الزمالك بيحسم برضه كأس السلة من فترة بعيدة، يعني أمام فريق الاتصالات من فترة بعيدة، وتقريبا ممكن تكون أول أو تاني بطولة لكرة الصالات من الزمالك. موسم أكيد يعني ما كانش أحسن حاجة، موسم سيء جدا. إذا اتكلمنا عن مانشستر سيتي، أبدع وحسم، وكان هو اللي عنده الرغبة في الفوز على فريق أرسنال اللي ترهل وأصبح مستواه سيء جدا، اللي كان بيهاجم بطريقة مش طبيعية، وكان بيجيب أهداف كتير جدا، بيلعب بشكل دفاع أمام مانشستر سيتي، بيلعب على الهجمة المرتدة. هالاند بيحسم الصعود، ولكن مانشستر سيتي أصبح مرعب قوي مميز، وعلى بعد يعني خطوات من حسم الدوري الإنجليزي. مع مباراة مؤجلة يبقى 70 وربما يحسم بالأهداف. ريال سويداد 2-2 مع أتلتيكو العنيد، وبيحسم بضربات الترجيح فوزه 4-3 عشان يعمل مفاجأة، لأن أتلتيكو طلع برشلونة في دوري الأبطال. أتلتيكو مرعب. الريال وبرشلونة في الدوري الأسباني بيخسر البطولة اللي كان محتاجها قبل ما يواجه أرسنال في دوري أبطال أوروبا، وممكن يطلع خالي الوفاض. الدوري الأسباني لبرشلونة، الكاس راح لريال سويداد، ودوري أبطال أوروبا أعتقد هيبقى صعب عليه. صن داونز بيمني نفسه بالبطولة الثانية، والجيش الملكي بصراحة خصم عنيد جدا وفريق مميز جدا وقوي جدا بصراحة. هتبقى يعني مواجهة قوية جدا. وكذلك الزمالك مع اتحاد الجزائر مواجهة قوية جدا في هذه اللقاءات النهائية اللي هنتفرج عليها بإذن الله في شهر 5. لكن بداية يوم الخميس هيبقى بداية المباريات الهامة، ولقاء الزمالك مع بيراميدز. الزمالك بيمثل عقدة البيراميدز بصراحة، بيفوز عليه، وبيراميدز بيظهر بشكل متراخي وسيء في كل مباريات الزمالك. يعني بالإضافة ربما يكون في بعض الغيابات لفريق بيراميدز اللي ممكن تأثر على اللقاء، لكن الزمالك يحتاج هذا اللقاء، ربما هو اللقاء الأهم. بعده الدنيا تسهل، لأن بعد كده بيراميدز والأهلي هيبقى متفرج، يبقى فارق 5 نقاط، فالموضوع يبقى صعب. لكن مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وإن شاء الله بإذن الله نشوف
مباراة مميزة، مباراة قوية، مباراة تليق بقمة الدوري المصري، وجماهير النادي الأهلي تنتظر التعادل اللي هو يخلّيها بعد كده تفوز على بيراميدز، تفوز على الزمالك، يبقى قريب من الدوري بفرق الأهداف، يفوز باقي مبارياته. ينتظر الأهلي التعادل، إن لم يكن فهو يعني يقول إن بيراميدز، لأن بيراميدز هيسقط بعد، يعني بيراميدز لازم هيوقع في مباريات بعد كده، فيفوز على الزمالك، فده هتبقى النتيجة أسوأ نتيجة طبعًا هتبقى بالنسبة له فوز الزمالك. نتمنى إن شاء الله مباريات قوية. شكرًا.